الصمت هو لغة العظماء، الحاجة اللي كتخليك تغوص في التفكير وتهضر بعقلانية. هو اللي كيبين لك السماء وكيخليك تشوف من بعيد، وكيعطيك فرصة تفهم أشواق الناس والأحداث بلا ما تتأثر بالعواطف الفارغة. الصمت كيهدي أغلب المشاكل بين الصحاب، هو الصاحب اللي عمره ما يخونك واللي كيخرج دماغك من العجاجة اللي كتضيع فيها الأفكار. الصمت هو القوة اللي كتضرب بحرية، فالصمت كيخليك تتأمل بعقل واعي وتقدر تشوف الأمور بوضوح. لو كان البشر كلهم قادرين على الصمت قبل الكلام لكان العالم أحسن بعشرات المرات. جزء كبير من الكلام الذي كتظن أنه مهم غادي يضيع مع الوقت، ولكن الصمت هو اللي غادي يبقى ليك مدى الحياة. اليوم غادي نهضر على السكات، علاش ضروري خاصك تبقى ساكت في بعض اللحظات. نبداو الفيديو، لكن إذا كنت جديد معنا متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. الملك لويس 14 كان من بين أقوى الملوك اللي مر في التاريخ، ماشي بالقوة البدنية ديالو ولا بالجيش ديالو، ولكن بالقوة ديال الشخصية والطاقة اللي كانت عنده. كان من الناس اللي كيقدروا يبقاو جالسين ويستقبلوا الخدامين اللي كيجيبوا ليه الأخبار، حتى إلا كان الخبر خايب ما كانش كينوض، كان كيهضر بهدوء، كان ديما كيقول جملة وحدة أي شاسي، ويخلي القاضي يتفرجوا فيه ويستوعبوا الرسالة وهو يبقى ساكت. حتى الخدامة ديالو الناس ديما كانوا كيتظنقوا ملي كيسمعوه، وديما كانوا خايفين منه غير بهذا الهدوء وبهذا السكات ديالو. حتى إلا ما كنتيش مالك تقدر تطبق فن الصمت، هادشي كيعطيك كلمة اللي غادي تهضر وزن أكبر، وكيرفع من قيمة الكلام اللي كتقول. غالبا كتكون ساكت والناس كيصعب عليهم يفهموا شنو كتفكر بلا ما تحاول كيجذبوك اوتوماتيكيا. الحاجه الثانيه اللي كيوريها لك السكات هي انك تقدر تقرا الافكار ديال الناس كيتاثروا بحركاتك وبحضورك. بالصمت غادي تولي قادر تقرا لغات الجسد. اي كتاب كيهضر على قراءه الافكار او لغه الجسد غالبا كيلمس هاد القضيه ديال الناس اللي كيتاثروا بيك، وغادي تعرف شكون اللي كيكذب وشكون اللي كيهضر بحق. هاد الامور اللي عاده صعيب تعرفها كتولي واضحه الا كنتي ساكت، ما محتاج تمشي تقرا كتب على لغة الجسد أو تحاول تفهم دماغ الناس، لأنك ملي كتضل ساكت تبدا تتعلم هاد الأمور في دماغك كتفهمها داخليا، كتولي قضية أسهل عليك، خصوصا حيت ما كتكونش متسرع. غادي تبدا تتعلم هاد الحوايج دقة بدقة، واللي غادي يفتح لك بزاف ديال الأبواب في التواصل، كيعاونك تقرا العلاقات الاجتماعية وغيرها من الأمور المهمة. هاد القدرة كتخليك تفهم دماغ الآخرين بشكل أفضل. الناس اللي كيبقاو ساكتين ومكانوش واعيين بهادشي غادي يقدروا يفهموها مع الوقت. نطلعوا لدرجة أخرى ونشوفوا الحاجة الثالثة اللي كيمنح لك السكات. أول مرة كتقول شي كلمة راه ما كتقدرش تمسحها من بعد، لذلك السكات عنده قيمة كبيرة. كاينة قصة قديمة تحكي على ثلاثة ديال الناس تحكم عليهم بالإعدام، راهب ومحامي وعالم فيزياء. جابوهم قدام واحد الآلة ديال الإعدام ما عارف سميتها بالضبط، المهم كتبقى على الرأس. بداو بالراهب وسولوه شنو آخر كلمات، جاوبهم وقال الله هو اللي عارف، وإذا بغى يقتلني فأنا غادي نموت. ثم أطلقوا الآلة على الراهب ولكن ما هبطاتش وبقات معلقة الفوق. قالوا صافي الله خذا القرار ديالو، الله يسامح. جابوا المحامي من بعد وقال لهم أنا مكنعرفش في الدين بحال الراهب، ولكن كنت ديما مؤمن باللي العدالة هي اللي غادي تحكم واللي ليها ليها. حطوا راسو أطلقوا الآلة ولكن حتى هي ما هبطات. قالوا صافي راه الله خذا العدالة ديالو، الله يسامح. وفي النهاية جابوا عالم فيزياء قال لهم أنا مكنعرفش في الدين بحال الراهب وما كنعرفش القانون بحال المحامي، ولكن اللي غادي نقول لكم هو أن هذا الإعدام ما غاديش يتحقق، حيت كاينه واحد العقدة في الحبل الفوق. ناضوا فعلا وفكوها، حطوا راسو من جديد، أطلقوا الآلة، هاد المرة هبطات وتحققت ومات. هادشي علاش خاصك تبقى ساكت، أي كلمة كتقولها يمكن ترجع ضدك من بعد، هادشي خاصك تتوقعو. وهنا كيبان المعنى ديما، إذا كنتي شخص كيهدر بزاف هاد الكلام يقدر يتحقق عليك ويجيبك في دماغك من بعد. حتى لهنا إلا ما كانش شي حد واحد متعود على السكات غادي تلقى راسك كتنوض وتبدا تتكلم بزاف ومتبقاش هادي تخلي الآخرين يهضروا بلا ما يكون عندك كلام معنى حقيقي، غادي تولي معرض للنقد أو الحكم. والشيء الرابع اللي تيزيد من قيمة السكات هو أنه كيخليك تولي مستمع جيد. الناس كامل كيبغيو يهضروا معاك ويشاركوك أفكارهم، وهذا بلا ما تحتاج تهضر بزاف. كاين واحد الكتاب ديال كارنيجي اللي كيعطي قصة وقعت ليه في واحد الحفل، كاين صوت قوي بزاف كيهضر بزاف، ولكن ديال كارنيجي بقى ساكت طول الوقت. في الاخير من بعد ما سال الشخص اللي كيهضر مشى عند مول الحفله وقال ليه باللي كارنيجي كان من بين احسن الناس اللي هضرت معاهم، غير بسبب الصمت ديالو واستماعه الجيد. ولكن اللي مهم دابا بشكل مباشر، من بين الشروط باش تكون محبوب عند الناس تكتسب كاريزما باش يبغوك، فالسكات واحد من بين اهم الحوايج اللي كتعاونك تحقق هادشي. ملي كتكون كتفاوض مع شي شخص غادي تلقى صعوبة باش تبقى ساكت، ولكن هاد السكات هو اللي كيعطيك قوة، كيخلي الشخص الآخر يحس بالاحترام ويكون أكثر استعداد للاستماع ليك. ولكن إلا قدرتي تبقى مرتاح مع السكات هادشي غادي يعطيك اليد العليا في التفاوض. أي مفاوضة مغاديش تعطي الآخر فرصة يسيطر عليك،
ويستغل الكلام ديالك بلا ما تحس. اما الا بقيتي ساكت مخطط مزيان غادي تعرف شنو غادي تقول وكيفاش، والكلام اللي غادي يخرج من فمك غادي يكون عنده اكثر حكمه، وغادي يعاونك بزاف في المفاوضات ويخلي الطرف الاخر يحترمك اكثر. ولكن شنو كيخص الصمت؟ كيفاش نطبق فن الصمت؟ الصمت ما خاصوش يكون دائما بلا معنى. الا بغيتي تبقى ساكت بلا ما تجاوب، هاد السكات ما غاديش ينفعك. ولكن الا قدرتي تجاوب وفي نفس الوقت تبقى ساكت، هادشي هو اللي كيعطيك ميزه السكات الحقيقيه. ونقدر نقولك بان افضل طريقه لممارسه هاد السكات هي ملي كتكون عندك الوعي والتركيز، تعرف الوقت المناسب باش تهضر وتبقى ساكت. قد تقول كالالا هاريس اخصائيه الاجتماعيه باللي ملي كتكون في واحد المجموعه اللي فيها 3 أو 4 اشخاص او حتى اكثر او اقل، خاصك تبقى ساكت وما تهضرش حتى يبداو الناس كاملين يهضروا. من بعد ملي يكملوا كلامهم تقدر تهضر مره اخرى، وطريقه مدروسه وهادئه. اما الا مكنتيش عارف في الموضوع او الموضوع اللي كتهضر عليه الناس، هنا كيبان الفرق بين اللي متقن فن الصمت واللي متقنوش. ثانيا الا نجحتي في مشكله ما تهورش، ما تخليش الخوف ولا الغضب يتحكموا فيك وتبدا تهضر بلا مفكره. الوقت اللي كتنجح فيه في شي حاجه هو بالضبط الوقت اللي دماغك كيقدر يطيح عليك ويخليك تبغي تعلم كلشي. ولكن الصمت هنا خدام لصالحك، هو اللي كيخليك تبان اقوى، يبعد عليك التوتر ويعطيك المساحه باش تفكر مزيان وتلقى الحلول اللي فعلا خدام. ملي كتكون في واحد النقاش ما تبقاش غتهضر بزاف بلا تفكير، وحاول الحاجه اللي من بعد هي السيطره على راسك. تركز على راسك باش تنقص من عدد الكلمات اللي كتخرج من فمك. ديما تفكر ما تقاطع حتى واحد، حيت الا درتي هادشي غادي تخسر قيمتك والسكات ديالك. وفي الاخير السكات راه ساهل ولكن قوي، وهو الحاجه اللي تقدر تعتمد عليها في التنميه الذاتيه او في البسيكولوجي باش تبان اكثر حكمه والسيطره على المواقف. حيت هذه مهاره سهله تقدر تطبقها بكل بساطه وما كتحتاج خطوات كثيره، ماشي معقده، وكتقدر تبقى ساكت مده طويله بلا ما تحس بالارهاق. بنفس الوقت هاد السكات كيخليك تتحكم في المواقف وتستافد من كل حاجه حولك، حتى تتحكم في الشخصيه الاخرى اللي كتعامل معها. احيانا خاصك تحضر وتشارك رايك وتقول الافكار اللي عندك، المهم هو التوازن. ولكن السكات ماشي ديما حكمه مطلقه. مثال الا كنت الشخص اللي كتعامل معاه ما كتعرفوش مزيان، خاصك تبقى ساكت اكثر وتستمع. اما مع الناس اللي قريبين منك تقدر تحضر اكثر وتشارك بلا ما تفقد السكات ديالك كأداة قويه. اذا حتى انت خاصك تحضر وتشارك، ولكن ما تنساش توازن بين السكات والكلام. وما تنساش تشترك في القناه ودير لايك للفيديو، خلي لنا شي كومنت زوين او انتقاد بناء، حتى الانتقاد ديالكم كتساعدنا نطلع المستوى. إذا عندك شي فكره للفيديو الجاي اكتبها في الكومنت. في الحقيقه هذا الفيديو كامل درنا على ودكم، بغيناكم تستافدوا. يلا نخليكم في امان الله وشكرا على المتابعه، نلقاكم في فيديو جديد قريب.